جبت لكم اسهل وانجح وصفه زلابيه البنان تقدروا ديروها في هذا رمضان كيما تاع المحلات وناجحه من اول تجربه. جيبي كاسرونه ديري لي فيها 2 كيسان ما زائد نصف كاس زيت زائد مغرف كبير عسل زائد عطر الموز، ولا ما عندكش ديري القرفه ولا لافاني. خلطوهم مليح ونديروهم فوق النار حتى يغلي الخليط. هنا بعد ما غلى الخليط نزيدو عليه 2 كيسان فرينه زائد نصف كاس سميد متوسط زائد رشه ملح ونخلطوهم حتى نتحصل على عجينه متماسكه. نقعدو نخلطو حتى يبرد هذاك الخليط. بعد ما يبرد نحطوه على سطح العمل ونكملوا الخلط حتى نتحصل على عجينه شاده روحها اللي تقدر تفوت النار في لادبي. هنا راح نبدا في التشكيل. حاولوا خرجوا العجينه تاعكم بهذا الشكل. تجيبي لادوي اللي عندك تقدري تستعمليها عادي، انا استعملت هذيك تاع النحاس. ومن بعد نقعد نخرج في العجين بهذه الطريقه ونصقموا في الجوانب باش نتحصلوا على شكل دائري، واللي ما تعجبوش تقدري تنحيها وتعاودي هذه الطريقه. نكملوا بهذه الطريقه حتى تكملي كامل العجين وراح يقطع كميه كبيره. ما تنساش تسقمي لهم الجوانب باش نتحصلوا على هذاك الشكل الدائري. بعد ما سقمناهم خلوهم يريحوا حوالي نصف ساعه حتى يشد رواحهم، وجيبي كاسرونه عمريها لي بالزيت ولا مقلاه ثاني عمريها بالزيت، وجدي العسل تاعك قلبي 3-4 حبات وديري في العسل ما تقلقيهمش من العسل حتى يطيبوا الاخرين. قعدي طيبي هكا ولا خفتي من يحرقولك نقصي للنار، ومين تبغي تقلي وحدين جدد عاودي زيدي لها. يعني لازم دائما النار تكون مرتفعه باش الحبات تاعنا يدوا الشكل. من بعد نقصي لهم بهذه الطريقه، عسليهم كاع وما تقلعيش من العسل حتى يطيبوا الاخرين. قلوب 3 وما راحش نحلوا لكم في المقلاة، صدقوني ناجحين من اول تجربه. اللي وصلت للأخير تخلي لي جيم وكومنتير، ونلتقى في وصفات أخرى إن شاء الله. سلام. من أول تجربة. اللي وصلت للأخير تخلي لي جيم وكومنتير، ونلتقى في وصفات أخرى إن شاء الله. سلام.